السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين والمتابعين، يمكننا أن نتحدث، أو عندما يتحدث الورد أو المواطن الذي يمليه عليه ضميره أو يسمي نفسه فيطلق أنا عربي ومسلم، كيف سيمكنك أن تنال هذه الشهادة أو هذه البطاقة أو هذه الهوية؟ بأن يكون ولاؤك وحبك وعشقك لكل الأقطار والبلدان العربية والإسلامية، أن تخصك هذه البلدان، وأن تعنيك استقرارها، ويعنيك حرمتها، ويعنيك علوها، ويعنيك أي حدث فيها أن لا ترضى له، أن لا ترضى لمدينة أو لبلد أو شعب بمكروه، وإنما يكون حرمتهم كما يكون حرمة أهل بلدك وأهلك وكل الناس والشعوب. هذه تستطيع أن تسمي نفسك أنا عربي عندما تريد أن تعرف هذه الكلمة أو أصلها أو قاموسها أو حبها وعشقها أو الفخر بها. أنا عربي. لديك هؤلاء الناس يعنونك، هؤلاء البلدان تعنيك، هؤلاء الرجال والشعوب تعنيك، هؤلاء المدن والهضاب والمرتفعات والسهول وابتسامتهم وعلوهم وأمجادهم وأمنهم واستقرارهم تعنيك، أن تحب لهم الخير، أن تراهم بعينك، بعين المسلم، أن تراهم بعين الحب، أن تراهم بعين العشق لها إلى التربة، لماؤها وسهولها وجبالها وشهامتها وكبرياؤها وكرامتها. ما أعظم هذه الكلمة، لكن لا تستطيع، عندما لا تستطيع أن توفي أو تثمن أو تقدر حجم هذه العرب، أنا عربي، فهناك لا يعنيك حرمة مثلا يعني شعب أو سلامة بغداد أو البصرة أو سوريا أو دمشق أو القاهرة أو الإسكندرية أو طرابلس أو المغرب أو نواكشوط أو الجدة أو الرياض أو مكة. فلذلك أحبائي المشاهدين، لا بد أن نثمن وأن نقدر ثمن أو هذه الكلمة أو أي جمل تعنينا كعرب ومسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.